الجزئيه دي. تاني احنا عندنا نوعين من المبتدئين في اللغه، نوع اسمه true beginner مبتدئ حقيقي، ونوع اسمه false beginner مبتدئ غير حقيقي. مين المبتدئ الحقيقي؟ ده الشخص اللي ما عندوش معلومات خالص، لا حافظ كلمات ولا حافظ جرامر، ولا لما بيسمع اي جمله بالانجلش بيفهمها. الانجلش بالنسبه له زي الصيني والهندي بالنسبه لكم كده، ابيض. وده مش انتوا، يعني ما ينفعش يكون في حد في الناس اللي قدامي دي بالوصف اللي انا بوصفه دلوقتي. المنحه بادئه مع الفولس بيجنر، اللي هو مين بقى الفولس بيجنر او المبتدئ الغير حقيقي؟ المبتدئ الغير حقيقي ده هسمعكم كلكم في الاخر، اخلص كلام وكلكم هتتكلموا. اعملي ميوت يا ليلي. اوكي، المبتدئ الغير حقيقي ده شخص حافظ كلمات، حافظ جرامر، لو سمع جمله ممكن يفهمها، ولو سمع حد بيتكلم قدامه يقدر يترجم ولو جزء من الكلام، بيعرف يقرا، لو جه قدامه حاجه هيقراها، ممكن يبقى فاهمها، ممكن يبقى فاهم منها جزء، لكن هو مش ابيض في الانجليش. بس تيجي بقى تساله قول جمله، يا يلزق الكلام في بعض ما يعرفش يرد، يا اما يرد بجمله او اتنين وبعدين يتهته، حافظ اسمه، حافظ سنه، حافظ I live in Egypt او Egyptian، خلصنا الثلاث اربع جمل اللي عرفهم من ايام المدرسه، يعطل بقى ما يعرفش يقول حاجه. طب احنا بنعمل معاه ايه في اول ليفل اللي هو الاف بي دبلومه؟ في ناس اول ما بنقول لهم ان احنا في اول محاضره او ان احنا في الليفل ده بندرس الحروف، انت هتديني اي بي سي؟ لا، انا هديك اي بي سي، انا هديك النطق بتاع كل صوت بيطلع منين في اول محاضره بس، عشان بعد كده لما اجي انطق قدامك كلمه ما تبقاش مستصعب انا بقولها ازاي، تعرف تقولها معايا مهما كانت صغيره او كبيره، مهما كان حجم الكلمه دي. تمام كده؟ وبناخد هاو تو ميك ا سنتنس، ازاي اصلا بعمل جمله بالانجلش. يعني هتديني هي وشي وات، اتحداك لو بتعرف تستعملهم صح، بعد ما اشرحهم هتعرف ان انت اصلا ما تعرفش عنهم حاجه. هديك ازاي تعمل جمله بشكل صحيح بالمين فيربس والهيلبنج فيربس، هديك النفي والاثبات، ازاي بنفي الفعل الرئيسي، وازاي بنفي verb to be verb to do verb to have، وبستخدمهم في التحدث. خدوا بالكم ان احنا بنشرح كل حاجه بالتفاصيل في التحدث. بتكلمه ازاي، بتكلم verb to be ليه، امتى، بروح لverb to do لما ابقى عاوزه اقول ايه، بروح لverb to have لما ابقى عايزه اقول ايه. ده لسه اول مستوى، احنا لسه بسم الله اول 4 محاضرات. بناخد ضمائر المفعول، بناخد ضمائر الملكيه، ببقى انا خلصت البيسك بتاع الجمل كلها كده. انا لما احب اقول اي جمله باي معنى انا هعرف اقول. اعملوا ميوت. ميوت يا هاني، يا هاني شكرا. لو سمحت لسه داخله، ممكن تقولي تاني من الاول؟ لا انا بسجل، اتفرجي على التسجيل. انا مش قادره اقول من الاول. وبعدين احنا لسه ما شرحناش، دي المحاضره التعريفيه، لسه ما عملتش حاجه. احنا النهارده بنقول من الاول، يا نهار اسود. انا عشان كده بسجل الحمد لله. المهم، فده اول مستوى، وهنتعلم بقى فيه ازاي اقدم نفسي كويس، ازاي اتكلم عن الديلي روتين بتاعي، ازاي اتكلم عن الهاوس وعن التاون وعن السكول، اوصف مشاعري ازاي لو شفت بني ادم اوصفه، ازاي اوصف الحاجات اللي حواليا وانا موجود. ده كله هنخلصه في اول 4 محاضرات، هتتدربوا عليه في السبيكينج، وهيبقى عندكم سبيكينج تاسك في اول كل محاضره. هفتح المايك بتاعي والمايكات بتاعتكم، وحضراتكم هتتكلموا 1 باي 1، قدم لي نفسه، يكلمني عن ديلي روتين، ويكلمني احنا معانا 3 ساعات بقى براحتنا. فده بالنسبه لاول مستوى اللي هو الاف بي دبلومه. احنا كده لسه ما دخلناش ليفل 1، بسم الله الرحمن الرحيم، لان المفروض ان ليفل 1 في معظم مراكز الكورسز، وعندنا احنا كمان بيبقى بني ادم عارف انجليزي. عشان كده لما بنروح ناخد كورسز في اماكن ثانيه ما عندهمش الاف بي دبلومه اللي هي بتديني المبادئ، بيبدا معاك من الحته اللي هو متخيل ان انت عارفها بس ما بتعرفهاش. حلو، نيجي بقى في ليفل 1 نبتدي نشتغل على الحرفيه اللغويه، ونجمع الجرامر ده بمسمياته. يعني بعد ما كانت ازاي بعمل جمله، بقى present simple، وبقى how to make a question، وبقى how to use it in details بقى بتفاصيله، لحد ما نوصل لليفل 2، ويبقى ده اول ليفل بنعمل فيه محادثه كامله من ساعه لساعه ونص. في اخر كل محاضره هتتقسموا لجروبس صغيره في بريك اوت رومز، وهتبقوا وصلتوا للمرحله دي عشان ما حدش يتخض.